إننا بنعيش أجواء افتتاح المتحف المصري الكبير وروح الفخر والقوة الموجودة بحضارتنا المصرية اللي عمرها آلاف السنين. وسط كل الإبهار ده قلت ليه لأ، أدور على الحاجات والعادات اللي لسه عايشة ومكملة معانا من أيام المصريين القدماء، زي عاداتنا في الأكل والزواج والتجميل وغيره. النهاردة هنبدأ بعادات الزواج عند المصري القديم، ونشوف مع بعض إيه اللي فضل مكمل معانا لحد النهاردة وإيه اللي اختفى مع الزمن. قبل ما نبدأ الموضوع، ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والكومنت، وطبعا كالعادة لازم نبدأ مع بعض من أول السطر. مبدئيا كده، معظم عادات الزواج اللي موجودة عندنا لحد دلوقتي بترجع جذورها للمصريين القدماء. في حاجات اختلفت وحاجات لسه موجودة، ولأن المصريين القدماء ما شاء الله كانوا أذكياء أكتر، فكان عندهم حفل الزواج والفرح بيكون بسيط جدا، من غير قاعة ب500,000 جنيه ولا فوتو سيشن خزعبلية. كانت العروسة بتاخد كل عفشها وحاجتها وفي احتفال بسيط مع أهلها وتروح لبيت العريس بكل بساطة. الحضارة المصرية من أكتر الحضارات اللي احترمت وحافظت على الست المصرية، فكان في حاجات كتير بتحفظ حقوقها. زي أول حاجة، أول عقد مدني موثق. الجواز كان بيبقى فيه فعلا عقد مدني موثق. العقد ده كان بيحافظ على حقها في المهر والميراث، وكمان تعويض كبير في حالة الطلاق. النيش اللي عامل لنا مشكلة الأيام دي هو كمان أصله فرعوني. العروسة كانت بتجيب في جهازها حلل وأطباق، لكن مصنوعة من الفخار والذهب، وتفضل برضو كل ما يجي لها ضيوف تفتح النيش وتوري الناس إن أبوها صارف ومكلف. زي بالظبط دلوقتي كده، لكن بدل الفخار والذهب العروسة بتجيب كريستال وتيفال. مش بس كده، الست المصرية من يومها عارفة حقوقها. كانت وهي جاية بتكتب وتسجل كل منقولاتها، والعفش كوباية كوباية وطبق طبق، اللي هو دلوقتي القايمة. القايمة اللي كان العريس بيمضي عليها، نفس العريس الغلبان لحد دلوقتي بيمضي عليها. آلاف السنين عدت صحيح والعادات بتتغير، بس الست المصرية لسه زي ما هي، ذكية وقوية وعارفة تحفظ حقها من أيام الفراعنة. يمكن الزمن اتطور، بس الجذور لسه مصرية قديمة. أشوفكم على خير في الحلقة الجاية من أول السطر مع إيمان.